طالب وطالب فاشل، طالب ما بيذاكرش اصلا، فاشل في دراستك، ما عندكش 3 ساعات يوميا بتربط نفسك كده بحبل على المكتب وتقعد تذاكر كل يوم وتجيب كتاب الامتحانات من اول يوم في السنه وتقعد تذاكر المهم وتعلم على المهم انت راجل فاشل اصلا. انت ما انتش عارف تروح تحضر درس لحد من مشايخنا زي الشيخ مصطفى العلوي. ليه؟ لانك انت اصلا شايل هم هعمل ايه في الامتحانات. طب لو انت بتذاكر يا عم ما تنطلق، يومك بقى 21 ساعه، ال3 ساعات اللي انت ذاكرتهم دول خلوا يومك كام؟ 21 ساعه. طب لما ما رضيتش تذاكر ما عندكش يوم اصلا، انت صاحي مهموم نايم مهموم. طب لما انت اشتغلت واحد ما بيشتغلش قام جه يصلي معانا الفجر في المسجد وقعد جلسه الضحى ومزاجه عنب العنب وقعد يسلم على الاخوه وخرجوا فطروا من عند محل فول وطعميه وقام رايح بيته نايم الساعه 8. الباشا اصحى لي امتى؟ الباشا اصحى لي الساعه العصر، ده بالعافيه يعني كمان عشان يصحى العصر. الباشا صحى العصر، صح العصر بقى منطلق في ديني بقى. دين مين يا ابني؟ هو اللي يا ابني البدايات تصنع الفرق. واحد تاني بقى قعد جلسه الضحى برضه، روح نام له ساعتين، نزل راح الشغل بتاعه من الساعه 9 الصبح او من الساعه 8 الصبح، اشتغل لحد الساعه 2، رجع الساعه 2 نام له ساعه، صحي الاثنين بيصلوا العصر في نفس المسجد. ده جاي من نوم طويل، ابقى قابلني بقى يعمل ايه بقى اليوم. وده راجل نشيط ونزل واشتغل، والاثنين هيشتغلوا عندهم نفس الباقي من الوقت، بس البركه اللي في يوم ده غير البركه اللي في يوم ده، والبركه اللي ربنا هيضحى في يوم التاني اللي اشتغل وتعب ده غير البركه اللي ربنا هيضحى في يوم. اوعى تفتكر انك هتدخل الجامع هنا لن نكلمك الا في الصلاه والصيام. اوعى تفتكر كده. البطاله من اوسع الطرق الى جهنم، من اوسع طرق جهنم انك انت ما تشتغلش وانك انت ما تبقاش انسان جد في دنيتك مش في دينك. عشان كده ابو قلابه، انت متخيل بكلمك عن مين؟ بكلمك عن ائمه العالم، ائمه التاريخ الاسلامي. يقول لايوب السختياني، ايوب السختياني ده قصه يعني، ده انت لو عايز تعمل سلسله عن بطل من ابطال الاسلام اعمل سلسله عن ايوب السختياني. يعني روح اقرا عنه كده، شخصيه من الشخصيات الباهره. فابو قلابه قال لايوب السختياني الزم السوق. يا عم ده انت جاي لك طالب علم ورد، الشاب ده زي الورد، تقول له ارجع. قال له الزم السوق فان الغنى من العافيه. قال له انك انت يبقى معاك فلوس دي من عافيه ربنا ليك في حياتك، وانت هتقدر تنطلق في الدين ازاي وانت ما عندكش عافيه اصلا؟ الزم السوق فان الغنى من العافيه.